السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين الأوفياء. الصلاة والسلام على مولانا رسول الله أشرف المرسلين. عندي لكم عرض الشقة اللي كتواجد في هذه الإقامة اللي كتشوفوا على اليسار مباشرة قريبة من هذه المدرسة. هذه الشقة اللي كتواجد في الوفاق عين سبع مدينة الدار البيضاء، قريبة من محطة ترامواي الوفاق، قريبة من المحطة. هذا المدخل الرئيسي ديال الإقامة. وهنا كاينه الشقة، مساحة الشقة 67 متر مربع. كاين 3 ديال السكان في الطاج. الشقة جات في الطابق الأول. عندكم باب ديال الحديد وكاين باب ديال العود. ما بين البيبان كاين واحد المساحة ديال تقريبا متر مربع ولا اكثر من متر مربع، غتشوفها معايا. هنا كاين سيجور. الشقة كتكون من سيجور، صالون، زوج الغرف، مطبخ وحمام كبير. بالنسبه للشقه عندها زوج ديال الواجهات، كاينه الشميسه ديال الصباح والشميسه ديال العشيه. قريب لها جميع المرافق بما فيهم الترامواي ومحطه ترامواي الوفاق. كاين المتاجر، المصانع، المخابز، السوق ديال الخضره. كاين البريكوما قريب لها سي واي كي، قريب لها مرجان عين سبع، قريب لها لافاك، قريب لها لونسيجي. يعني جميع المرافق اللي تحتاجوا. ديكاتلون، الحديقة، قريب وسائل النقل متوفرة بالمنطقة كاملة بما فيها الترامواي، الطوبيس، تاكسي صغير، تاكسي كبير. الطوبيسات كيهبطوا المدينة، كيهبطوا لأي اتجاه في مدينة الدار البيضاء. بالنسبة لهذه الشقة فايت لي عرضتها، جاو الناس باش يشريوها، ولكن كانت ظروف كتمنع صاحبة الشقة باش ما تبيعهاش. الآن صاحبة الشقة غادي نهضروا معكم بكل وضوح. خرجت لها الفيزا وغادي تمشي، لان كاينه واحد السيده كبيره كاينه ساكنه في هاد الدار. غادي تمشي، خرجت لها الان الفيزا، كانت كتسناها ودابا خرجت لها الفيزا وغادي تمشي. الان مضطره ان تبيع هاد الشقه في اقرب وقت. هاد الشقه راه غتباع بالفراش ديالها كيما كتشوفوا، غتباع على هاد الشكل. صافي صاحبه الشقه غادي تخرج تهاجر، غتمشي لانها مرا كبيره، غادي تمشي عند بنتها، وقررت انها تبيع هاد الشقه بفراشها بحال هاد الشكل هذا. كما كتشوفوا هذا هو الصالون راه باقي جديد. هاد الناس راه انا يعني واكبتهم مده طويله بخصوص هاد الشقه. كنت عرضتها شي 2 المرات وكانت دائما كتسنى الفيزا مني خرجت، لدرجه انها تباعت. ومن بعد قالت الناس راني باقا ما عنديش فين نخرج دابا حتى تخرج ليا الفيزا، لهذا كنا تعذر عليها البيع. الان الشقه للبيع، يعني من اليوم او من غدا. هذا المطبخ شقه نقيه مصلوحه. هاد الشقه الناس شارينها دوزيامه، شارينها دوزيامه، ماشي شارينها هما الاولين، شارينها اصلا هما الاولين. وكل شيء في الوراق. هاد الشقه راه مشريه ب45 مليون ونص. انا كل شيء حاضر عليه، وهذا الشيء غتشوفوه في الملكيه ديال هاد الشقه. الان اصحاب الشقه بغاو فيها ومن غير الكتبه، من غير التسجيل والتحفيظ، 45 ونص من غير تسجيل وتحفيظ. يعني راه غيبيعوها ما رابحين فيها والو. الان على الثمن طالبين 46 مليون بلا فراش، واللي بغاها فراشها 48 مليون ومازال يتقادوا معاه شويه. على العموم الفراش راه جديد نقي، يعني ما فيه لا اللعب ديال لا تكرفيس لا والو، ما كاين لا دراري صغار لا والو. السيده راه غادي تشوفوها ان شاء الله. كنوجه لها تحيه من هذا المنبر. زرتها البارح وقالت لي راه بغيت نبيع يعني من اليوم قبل غدا. اذا هانتوما كتشوفوا هادشي كلشي راه باقي جديد. هذا هنايا السيجور، شقه نقيه جات في الطابق الاول حداكم 2 ديال السكان، وانتم هما الثالثين. هاد الشقه هي الثالثه. هذا الباب ديال العود، والباب اللي انفاس معكم هو ديال الحديد. كاين مساحه هي هذه، تقدروا تعملوا فيها بلاكار كامل. بالنسبه اللي بغى يعمل بلاكار كامل من راس حتى الراس راه غادي تجيكم في هاد الفاس. غادي نسدوا الباب الان. وهذه هي الشقه. بالنسبه لهاد الصالون راه يلاه تصايب جديد.
الحمام بالنسبه لهاد الشقق راه كيكونوا فيهم زوج ديال الحمامات. هاد الشقه هما شراوها هكا. صاحب الشقه الاول عمل حمام واحد كبير وعمل فيه بلاصه ديال الرشاش، عمل ليها سيباراسيون. الدار نقيه ما شاء الله مصلوحه، وهذا الشيء غادي تشوفوه بنفوسكم. المساحه ديالها 67 متر مربع. هادشي كلشو غتشوفوه في الشهاده ديال الملكيه. بالنسبه للثمن هذه راه هما شارينا الدوزيام ماه. انا اللي كنت بعت لهم الدار الاولى فاش كانت السيده ساكنه وشراو هذه. اصلا كانوا في نفس المنطقه لان المنطقه قريب ليها كل شيء، والسيده كانت بوحدها كانت قريب ليها، يعني خصها تبقى قريبه من جميع المرافق. اذا هذا كتوضيح وضحت لكم على العموم، لاني فايت عرضتها وكانوا اتصلوا الناس وقالت لهم السيده راه تباعت صافي. السيده مني تقهرات وما خرجتش ليها الفيزا، كانت تصابت بخيبه امل. اما الان خرجت لها الفيزا وغادي تهاجر ان شاء الله عند بنتها. هانتم هذا راه صالون جديد، انا هذا راه حاضر على هذا الشيء. هذا راه صالون جديد مفرش، هذا راه ما قايسو حتى شي حد، كله مفرش بالبونج. هذا حتى هو راه الاتجاه اللي غادي تطلو، راه غادي تبان لكم الشانطي من الشرجم. الشقه عندها زوج ديال الاتجاهات. هذا راه كيكون مشمس في العشيه. قريب لكم المدارس الوليدات الصغار، مدارس عموميه، مدارس خصوصيه. بالنسبه للمدارس الخصوصيه احسن المدارس اللي كيتواجدوا هنا، لدرجه ان الناس باعوا هنايا دار صغيره ومن يكبروا وليداتهم شراو دار كبيره غير في نفس المنطقه. المهم هاد المنطقه الامان عين السبع، قريبه لمحطه ترامواي الوفاق عين السبع، عفوا الوفاق عين السبع، قريبه من المحطه ديال الترامواي. هاد الشقه مساحه ديالها 67 متر مربع، كتواجد في الطابق الاول. عندكم نصيب في السطح. الشقه كتكون من صالون سيجور، زوج ديال الغرف ومطبخ وحمام، والمطبخ راه فيه البالكو، غير هو المطبخ كيحيدوا البالكو. انتم غادي تشوفوا كيفاش عمل. هذه غرفه النوم بالبلاكار. حتى اللي بغى يشري هاد الشقه ويكريها، راه المنطقه يعني فيها الكرا مرتفع. بالنسبه للمنطقه كيكريو الطلبه ديال اليونسيجي، كيكريو الطلبه في الجامعه، كيجيو من جميع المناطق الداخليه ديال المغرب، حتى المناطق المجاوره كيجيو الناس على حسب الجامعه. على العموم هادو هما جميع المعلومات عن هاد الشقه. الثمن 48 مليون بالفراش ديالها، قابل شويه النقاش. بلا فراش 46، ولا سمعتوا بشحال مشريه. اذا هادو جميع المعلومات. بارطاجيو الفيديو مع جميع الاصدقاء والاحباب اللي مهتم يتصل على الرقم اللي كتشوفوه على شاشه الفيديو. وحظ سعيد والى اللقاء في فيديو قادم.